في الاول والاخر الفيديو ده مش عامله لغرض التحفيز بس، انا عامله لغرضين. الغرض الاول انك تتحفز ماشي عشان تاخد خطوه انك تبدا، لكن الغرض الثاني ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا عمر درش وده فيديو جديد، اول مره نصور فيديو لليوتيوب. موضوع النهارده كبير الى حد ما، وفكره فيديوهات اليوتيوب معموله عشان نفضفض مع بعض ونحكي مع بعض بتفاصيل اكتر وناخد راحتنا. خلينا قبل ما الموضوع نرجع لورا شويه للبدايه، من 2020 لحد نهايه 2022 فتره كورونا. كان معظمنا في الفتره دي مغيب عن الحياه. انا مثلا كنت كل اللي بعمله اني بصحى من النوم، اقعد على الكمبيوتر، اكل، انام، ودي للاسف كانت كارثه. لحد ما ربنا مره واحده هداني، لقيت نفسي بصلي وبدات احس بالدنيا، بدات احس انا ليه موجود. لقيت نفسي بدرس البيزنس كويس جدا وبستمتع وانا بذاكره، بستمتع كل يوم لما اخد معلومه جديده واتعلم ازاي المشروع بيتعمل وازاي ادرس المنافسين وازاي اعمل دراسه جدوى. اصلا كل ده كان جديد عليا، بس بصراحه كان ممتع، وبدات اتعلم ازاي اطور من نفسي، وبدات افكاري وعقليتي تتغير تماما. الكلام ده كله كان في 2023. مره واحده اتفاجئت ان في حاجه اسمها ثانويه عامه. ثانويه عامه لما جت، كل افكاري والحاجات اللي كانت جوايا بدات تتلاشى، لان كل ما اتكلم مع حد في الموضوع البيزنس او اي حاجه من الحاجات دي يسمعني الاسطوانه المحفوظه: خلص ثانويه واعمل اللي انت عايزه. فاصبح كل في دماغي مجرد افكار، مفيش اي تنفيذ. واستمريت على كده لحد ما خلصت الثانويه العامه تقريبا في نهايه 2024. وقتها قلت لازم ابدا جد، لازم افوق لنفسي. كل الافكار اللي كانت في دماغي ابدا احققها واحده واحده. فلما فكرت مع نفسي لقيت ان انا كنت عايز اعمل مشاريع وافتح شركات واعمل حاجات كتير جدا واتعلم برضو مهارات كتير. بس جه في بالي وقتها جمله: التاجر المشهور احسن من التاجر الشاطر. فساعتها قررت ان انا ابقى تاجر مشهور وشاطر، بس الشهرة بتاخد وقت اكتر من يبقى شاطر. فوقتها قررت ان انا ابدا اعمل فيديوز على السوشيال ميديا، وكان الغرض هدفين بصراحة. الهدف الاول ان انا اسوق لنفسي ولمنتجاتي، اما الهدف الثاني فكان دينيا الى حد ما. يعني كنت حابب اعمل محتوى هادف الناس تنتفع بيه حتى لو بعد موتي. وقتها قررت لو واحد بس استفيد مني فانا هعمل محتوى هادف. وهنا نخش موضوعنا 2025 رحلة التغيير. قررت ان انا طالما بدات اتطور. مرحله البدايه كانت في 2024. عرفت شويه اخطاء لا باس بها، وعرفت شويه نصايح وحاجات لا باس بها. فقررت ابدا رحله جديده وصعبه وتحديات ونجاحات وفشل معاكم، واوثق الرحله دي. فعشان انفذ الرحله دي عملت لها حاجتين: حطيت اهداف وحطيت خطه ازاي انفذ الاهداف. وان شاء الله هعمل فلوج تقريبا يومي بوثقها عشان تكون حافز ليك، وفي نفس الوقت تعرف العقبات او المشاكل اللي واجهتني عشان تتجنبها. طيب نخش بقى ايه الاهداف والخطط اللي نعملها في 2025. هدف ديني وعقلي وجسدي ومالي ومهني. خلينا نمسك هدف من 5 ونفسره. الهدف الديني: انا عايز احفظ اجزاء من القرآن، واحافظ على الصلاة في وقتها، وصلة الرحم، احاول قد ما اقدر اتصدق وما انساش وما كسلش، والحفاظ على قراءة الورد القرآني اليومي، والحفاظ على قيام الليل، والاهم ان انا احاول قد ما اقدر ابطل اي اخطاء. طيب ده كان الهدف الديني. ايه بقى الهدف العقلي؟ الهدف العقلي ببساطة ان انا عايز اطور عقليتي اكتر، ابدا اخد معرفات اكتر. يعني العلم متعة طالما انت اخترت القدرة بتاعتك. كلنا عندنا قدرات، انت عندك قدرات وانا عندي قدرات مختلفين عن بعض، زي الصوابع، كل صباع مختلف عن التاني. يعني مثلا انت ممكن تكون كويس جدا في الرسم وانا اكون وحش في الرسم، بس انا ممكن اكون كويس في الرياضه وانت تكون وحش في الرياضه. في فرق ما بيني وبينك عادي. فانا بستمتع بان انا بتعلمه، لان انا اللي بتعلمه هيفيدني. فقررت ان انا اطور نفسي في الانجليش، اطور نفسي في الماركتنج، واحاول قد ما اقدر اسمع بودكاستات. يعني بتاخد خبره 30 40 سنه في ساعتين بس. لو بتاخد اهم حاجه في حياته، العقبات اللي واجهها، ايه اهم النجاحات اللي عملها، ازاي يواجه كل مشكله واجهته. بعد البودكاستات اكيد حابب اتعلم السوشيال ميديا، يعني ازاي اكبر على السوشيال ميديا، ازاي اوصل اكبر عدد من المتابعين، ازاي احلل الفيديو الصح، ازاي ادور على الهوكس صح، اطور نفسي في المونتاج، اطور نفسي في الفوتوشوب. واكيد في الاخر مش هنسى المذاكره الاكاديمي، مذاكره الكليه. انا مجبر ان انا اذاكرها لان هي فعلا هتفيدني في البيزنس بتاعي، لان هي كليه بيزنس في الاخر، الFMI. طيب دلوقتي عرفنا الجانب الديني والعقلي. نخش على الجانب الثالث الجسدي. الجانب الجسدي اتلخص في كام حاجه: ان انا اكل اكل صحي واحافظ على التمرين يوميا، وانام بدري واصحى بدري. انام من الساعه 10 لحد الفجر. ده لسببين: السبب الاول ان ده هيساعد ان انظم الساعه البيولوجيه بتاعتي. برضو افضل حاجه انك تنام الساعه 10، لان الوقت ده بيبدا
جسمك يفرز هرمون النمو وبيساعد على الاستشفاء لو انت بتتمرن. والسبب تاني ان انا اصحى الفجر عشان اصلي في وقته جماعه. اما الهدف المالي فهو ينقسم ان انا حاطط تارجت لنفسي عايز اوصل له في 2025، وبحاول انوع مصادر دخلي مختلفه، لان انا خلاص مقرر ان شاء الله من اول يوم 5/3/2025 هبطل اخد مصروف من والدي واعتمد على نفسي كليا. ليه؟ لان انا حاطط تارجت لنفسي اول ما اوصل 20 سنه هبطل اخد مصروف من والدي وابدا اعتمد على نفسي. اما الهدف الخامس والاخير هو المهني. عاوز افتح شركه بس انا مش معلن عنها لحد دلوقتي، بشتغل عليها، وفي نفس الوقت عايز اكبر على السوشيال ميديا. حاطط كام تارجت كده اوصله لكل منصه. يعني على اليوتيوب مثلا عايزين نوصل 50,000، على الفيسبوك عايزين نوصل مثلا 100,000 وهكذا. وحاطط ازاي خطه نعمل كده، واكيد كل ده هيبقى في خلال الفلوجز، هنبقى موثقين الموضوع ده. ممكن نعمل فيديوز كل شهر خصص ان احنا ايه العقبات اللي واجهتنا طول الشهر ده وازاي اتخطيناها وايه النجاحات اللي حققناها. في الاول والاخر انا مش عامل فيديو عشان احفزك بس، هو الفيديو لكذا حاجه. ان انا بعلم فيها عن موضوع الفلوجز ان انا هبقى اعملها. تاني حاجه انا بحفزك انك تبدا السنه دي والرحله دي معايا. لازم تحط اهداف لنفسك وخطه لنفسك عشان تعرف تحققها في خلال الفتره دي. كفايه السنين اللي عدت ودايما بنقول انا عايز اعمل كذا، السنه الجايه هبدا، السنه الجايه هبدا. مفيش اي بدايه، مفيش اي حاجه. كفايه تسويف. امتى هنبدا بجد؟ شيء كويس انك بتحلم، بس لازم تخطط، لازم تبدا بالتنفيذ، لازم يكون عندك دافع عشان تحقق احلامك او اهدافك. انا مثلا عندي دافع الخوف، بخاف افشل، بخاف ان انا ما اكونش عمر اللي عايز يوصل له. كل الدافع الخوف ده بيخليني اتحرك حتى لو انا تعبان، حتى لو انا مضغوط، انا اتحرك في كل الاحوال دي. هشبه لك الموضوع عشان تفهم. تخيل كده انت بيجري وراك اسد وانت بتجري، لو انت وقفت الاسد هياكلك ودي تبقى نهايتك. انا نفس الموضوع، شايف نفسي في تحدي والاسد بيجري ورايا، لو انا وقفت فانا هيتقضي عليا. بس هو ده الموضوع ببساطه. وانت لو وصلت لهنا فانت صديق مميز جدا جدا. فاكتب لي في الكومنتس تحت 2025 عشان اعرف كام واحد وصل لحد هنا. ولو انت عايز تشوف الرحله وتشاركني فيها تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوز اللي جايه. انا عمر درش، سلام.